سؤال ثالث: هل ترضون أو يرضى سماحة العلماء أن يزوجوا بناتهم متعة؟ هذا مثل واحد يقول: أنت هل ممكن تزوج بنتك إلى واحد مسافر غريب تو جاي، تزوج بنتك ويطلقها بعد ساعة بعد ما يفضها، ترضى؟ فنفس الجواب بكون نفسه. واضح؟ واحد مسافر غريب اجى، انت تنطي بنتك تتزوجها ويطلقها بعد ساعة او ساعتين من بعد ما يزيل بكارتها، ترضى؟ وبكون نفس الجواب. طبعا اكو مسألة: الحب والرضا والكراهة ما لها دخل في التحريم والتحليل. إذا سيد العقلاء وهو النبي محمد، صلى على محمد وآل محمد، إذا سيد العقلاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مارس المتعة، أنت ليش تستذكرها يا أخي؟ إذا نفس علي عليه السلام كما ورد ابن بابوي ينقل أن علي نكح امرأة متعة من بني نهشل، نفس الإمام علي تمتع، هذا إمام المتقين سيد الوصيين، إذا تمتع أنت تستنكر؟ أنا أسألكم سؤال: أي هو أغير على أعراض الناس؟ الله أغير لو الإنسان نفسه أغير على عرضه؟ أي هو أغير؟ أي هو أكثر غيرة؟ طبعا الله. عدل ولا؟ أسألكم أنا جاوبوني. الله أغير على عرضي لو أنا أغير على عرضي؟ يا هو أغير؟ إذا الله هو أغير، إذا هو الله حلال، ليه؟ لماذا أنا أحرم؟ واضح يا جماعة؟ إذا الله وهو حلل، حق وين أحرم؟ في كثير منهم يقول لك إذا واحد تمتع هذا المتعة تهدم العوائل. لا، ما تهدم العوائل، الزنا هو اللي يهدم العائلة، الزنا هو الذي يورث الأمراض، السفلس والإيدز، كل هذه جاية من شنو؟ من الممارسات الغير مشروعة، واللي يسبب سقوط الكرامة الإنسانية. أما الزواج لا. كثير من الناس أيام رسول الله، أيام الخليفة الأول الثاني ولحد اليوم، ناس كثيرون تمتعوا ما انهدمت عوائلهم، لكن لما بعض الناس انصرف إلى الزنا وإلى الشذوذ الجنسي انهدمت عوائلهم.